حبايبنا طلاب سنة أولى ثانوي وسنة أولى بكالوريا، إحنا النهاردة يا جماعة في متحف كفر الشيخ المصري. النهاردة هناخد كده كام نبذة عن كام حاجة عندنا في المنهج، حاجات مش مفهومة. حاولنا نيجي المتحف ليكم عشان نفهمها لكم في المنهج. حاولوا تركزوا وإن شاء الله يكون شرح وافي وتفهموا منه كل حاجة. يلا بينا يا ميزو، يلا بينا خلاص. عرفنا كمان يا جماعة إن المصانع المصري القديم تميز بجودة الحرفة أو جودته، أو اللي هو كان شاطر جدا جدا في مجاله، لأن هو كان بيتعلم الحرفة من آبائه وأجداده، وكان بمعنى أصح كان شغال زي صبي. لما يكون حلاق مثلا وشغال معاه صبي صغير، الصبي ده بيكبر بيتعلم بيشغل مع واحد تاني بيعلمه وهكذا. عشان كده الصناعة عندنا في مصر من مصر الفرعونية لحد دلوقتي متقدمة وكانت كويسة. ومن أهم مظاهر الحضارة عندنا هي الحاجات الصناعية اللي احنا صنعناها أو المظاهر الصناعية اللي احنا صنعناها. طيب، عرفنا كمان إن الصنع المصري القديم كان بيمتاز بمعرفته أسرار المواد الخام. يعني إيه معرفته أسرار المواد الخام؟ يعني المادة الخام عندنا كان بيعرف يعمل منها حاجات كتيره قوي 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 قوي. معرفه الانسان المصري القديم باسرار الماده الخام. يعني ايه معرفته باسرار الماده الخام؟ يعني بمعنى اصح يا جماعه كان بيقدر يعمل من الفسيخ شربات. حلو الكلام. برضه انا مش فاهم، اقول لك بص يا حبيبي، احنا عندنا مثلا دلوقتي حته العجينه دي ممكن نصنع منها فطيره، ممكن نصنع منها بيتزا، ممكن نصنع منها قرصه، ممكن نعمل منها اي حاجه. حلو الكلام. كذلك المصري القديم، احنا عندنا مثلا نبات في مصر القديمه كان بيطلع على النيل، كان اسمه ورق البرد او نبات البردي. كنا بنعمل منه حاجات كتيره، مش بس ورق البردي او زي برديه ابرز اشهر برديه عندنا في مصر الفرعونيه. لا، احنا كنا بنعمل منه حاجات كتيره جدا زي المراكب وزي الحبال. كان بيعرف يعمل من اي حاجه كل حاجه، بس ما عدا حاجه واحده بس اللي ذكرت عندنا في المنهج، وهي الزجاج. الزجاج الماده الوحيده او الرمل بمعنى اصح، الماده الوحيده اللي كان بيتصنع منها الزجاج وما كانش ينفع يتعمل منها اي حاجه تانية. الرمل عندنا كنا بنعمل منه ازاز بس، اي صناعه فيها ازاز كنا بنعملها من الرمل، لكن ما كناش نعرف نعمل اي حاجه تانية من الرمل غير الازاز يا جماعه. طب تعالى كده معايا يا معاذ هنا. معانا هنا مظهر من مظاهر الحضاره او الصناعه المصريه، وهي الاواني الزخرفيه. كان بيوريك قد ايه الانسان عندنا في مصر كان فنان. ما كانش بيعمل طبق ياكل فيه وخلاص، ده فن يا جماعه. كان راجل تحس ان هو حاسس ان الحاجات دي تتورث للناس اللي بعده. فن راسم على الطبق اللي هو بياكل فيه. عندنا كمان مظاهر العملات اللي كنا بنستخدمها في التجاره، او احد الحاجات اللي بتثبت لنا مهاره الصانع المصري القديم، بعض التماثيل اللي عندنا. وعرفنا يا جماعه ان التماثيل صور يا اساس كده التماثيل دي. عرفنا ان التماثيل يا جماعه دخل في صناعتها حاجات كتيره قوي 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 قوي، زي الحجاره وزي المعادن الذهب والحديد والفضه والنحاس. كانوا بيعملوا منها تماثيل، وده اكبر دليل يا جماعه ان هم كانوا ناس عارفين اسرار الماده الخام زي ما انا قلت لكم. حلو، زي ما قلت لكم يا جماعه كان الصانع المصري القديم عارف اسرار الماده الخام، كان يقدر يصنع منها كذا حاجه. شفنا من شويه التماثيل اللي اتصنعت من الحجاره ومن الذهب. الحجاره ما كناش بنصنع منها تماثيل بس، كان ممكن نصنع منها قواري زي دي كده، سواء بقى اطباق او حاجات شبه الاولى اللي قدامنا دي كده. ومش بس الاواني، كان ممكن نعمل من الحجاره يا احمد يا قصاص التوابيت. عرفنا يعني لما يكون ماده عندنا او ماده خام زي الحجاره نقدر نصنع منها كذا حاجه، فده دليل على براعه الانسان المصري القديم ومعرفته باسرار الصناعه واسرار المواد الخام. وكمان عرفنا انه من نبات البردي اللي عندنا برضه في المنهج، الانسان المصري القديم ما عملش منه الورق البردي اللي معانا في الدرس الاول بس، عشان البرديه عندنا اللي هي كانت برديه ابرس. لا، ده عمل منه حاجات كتير قوي زي الاحبال وزي المراكب كمان. فده دليل يا جماعه او ده مفهوم ان الانسان المصري كان شاطر او كان عارف اسرار الماده الخام. سلام. معانا بقى دلوقتي راجل من اعظم الرجاله في تاريخ مصر الفرعوني، واحد او الراجل اللي طلع يحارب في معركه مجده امير سوريا، واول واحد في مصر في القديمه حاول يعمل في امبراطوريه عندنا يا جماعه في المنهج، هو الملك تحتمس الثالث. تحتمس الثالث اللي ذكر عندنا في المنهج في الدوله الحديثه، اللي طلع يحارب في معركه مجده مع امير سوريا. حلو الكلام، حلو الكلام.